بس كنت بتعتقد ان الحظ له دور، تبقى انت صح، وجهة نظرك صح. بس لازم عشان الحظ يجيلك تبقى انت كمان مستعد. الاستاذ نجيب محفوظ كتب في مذكراته عن سيدة كانت بتنافس السيدة ام كلثوم، وهي منيرة المهدية. هو بيقول ايه؟ بيقول في بداية عصر ام كلثوم كانت في مطربة كان بيعتبرها هو من اجمل الاصوات النسائية اللي عرفتها مصر، وهي منيرة المهدية. بصوتها من نفس طبقة صوت أم كلثوم أو أقل درجة. هو سعيد جدا بمنيرة المهدية، بيقول إنه كان بيروح يستمع ليها، وراح مخصوص حفلتين، مرة في مسرح رمسيس في أحد العروض المسرحية مع يوسف بيك وهبي، والتانية كانت في حفلة عامة ومعاه صديقه. وبقول اكتشفت أنا وصديقي إن كلنا موجودين، اللي موجودين كلهم عجائز إلا هو وصديقه يعني. فالسيد قال له انت ايه اللي جابك هنا؟ فقال له انا بحب منيره المهديه جدا. بص بقى الحظ عمل ايه. الحظ ان سيد درويش العبقري، عبقري الموسيقى، اللي هو لم يعني لا مثيل له، توفى فجأة. وبعدين هي منيره المهديه مش عارفه تعمل ايه، لان كان في مسرحيه كليوباترا وسيد درويش هو اللي بيلحنها. مين بقى اللي يعني ممكن يكمل المسرحيه تلحينها بعد سيد درويش؟ كان هو الموسيقار الشاب محمد عبد الوهاب. منيرة المهدية فكرت على طول في الشاب محمد عبد الوهاب، كان موسيقار بس مش موسيقار الأجيال، كان لسه على قده يعني. فاخترته إن هو يلحن المسرحية دي ويكمل الألحان اللي بدأها سيد درويش. وبعدين كمان مش كده بس، ده عجبت بيه فأعطته دور بطولة في مسرحيتها. بعد ما بدأ محمد عبد الوهاب يلحن، هو أستاذ نجيب محفوظ بيقول إن دي كانت نقطة فاصلة في حياة محمد عبد الوهاب، اللي دفعته كثيرا للأمام ووفرت عليه سنوات من المعاناة. أيوة في حظ، بس لازم تكون مستعد لها. الكتاب بتاع نجيب محفوظ، مذكرات نجيب محفوظ، كتاب شيق وممتع وجميل، وفيه قصص يعني لا يمكن تتخيل حلاوتها. حبيت اقول لك على المذكرات وعلى الموقف ده. تحياتي.